أهلا بكم في قناتنا قناة الفن لكل جديد في عالم النجوم والمشاهير. الفنانة السورية وفاء موصلي تكشف أنها لم تندم على زواجها من جمال سليمان، وشاهدوا معنا جمال ابنتها نايا وأمور أخرى لا تعرفونها عنها. قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا. حيث كشفت الفنانة وفاء موصلي خلال الحلقة بأنها لا تنصح أحد من الفنانين بالعمل مع شركة قيناس التي أنتجت الجزء الأخير من مسلسل باب الحارة. وجرى خلال الحلقة الكشف عن كثير من أسرار الفنانة، وأبدت عن رأيها بالكثير من المواضيع الحساسة والمفصلية في حياتها. وأكدت الممثلة وفاء موصلي بأنها تفضل زواجها الثاني من الدكتور الراحل سامر جلعوط والد ابنتها نايا عن زواجها الأول من الفنان جمال سليمان من ناحية التعامل معها بسبب ما أضافه لها زوجها الراحل على المستوى الثقافي والفني في حياتها. وصرحت وفاء موصلي بأنها تزوجت من الفنان جمال سليمان بسن صغيرة، وتمت الخطبة في السنة الرابعة أثناء دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتزوجا بعد التخرج، ولم يكن الخيار ناضجا ودقيقا من الطرفين. وبينت وفاء بأنها غير نادمة من زواجها من الفنان السوري جمال سليمان، ويشار إلى أن زواجها من جمال سليمان استمر 7 سنوات قبل انفصالها. موصلي تعد من أعظم الممثلات السوريات، وتميزت بأدائها لدور الزوجة والأم بحرفية كبيرة للغاية، واشتهرت بدور فريال في كافة أجزاء باب الحارة.
ولدت الفنانة وفاء موصلي في الأول من تشرين الثاني نوفمبر في العام 1959 في العاصمة السورية دمشق. أما عمرها في 2019 هو 59 عاما، وبرجها الفلكي هو برج العقرب. الفنانة السورية وفاء موصلي لديها ابنة واحدة من زواجها الثاني من الدكتور سامر جلعوط، ابنته هنايا الأندلس، ودرست ابنتها الهندسة المعمارية، وشاركت بعدة أعمال درامية سورية منها دور الطفلة سحر في مسلسل باب الحارة. نايا ابنة الفنانة وفاء موصلي شاركت إلى جانبها في عدد من الأعمال الدرامية، وذلك عندما كانت صغيرة في السن، ومن هذه الأعمال مسلسل الرابوس وآخر أيام التوت، ومسلسل رقصة الحباري، ومسلسل قانون ولكن، وبقع الضوء. تمتلك نايا قناة رسمية عبر يوتيوب لنشر بعض الأغاني الإنجليزية بصوتها. تخرجت وفاء من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايتها الفنية بالعام 1980، وسرعان ما نالت الأدوار البارزة خاصة في أعمال البيئة الشامية. في العام 2001 عينت وفاء كمديرة لقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية. وتابعت وفاء موصلي دراستها في روسيا، حيث درست تدريب الممثل والإخراج، ومن ثم التحقت بالمركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني، وتعلمت الإخراج الإذاعي فور عودتها لدمشق. كشفت وفاء موصلي سابقا عن تنازلها عن منحة دراسة الهندسة في فرنسا، حيث أنها بعد أن نالت شهادة الثانوية العامة سجلت هندسة عمارة وديكور داخلي بفرنسا. لكنها بعد ذلك شاهدت إعلانا عن المعهد العالي للفنون المسرحية، فبادرت للتسجيل، وكان عدد المتقدمين بالآلاف، وعندما قبلت تنازلت عن المنحة الدراسية بفرنسا ودرست التمثيل في سوريا. خضعت الفنانة وفاء موصلي في العام 2010 لعملية تصغير للمعدة للحد من زيادة وزنها، فخسرت 24 كيلوغرام خلال 3 أشهر.